الأزمة السياسية في تونس بتحصل لأول مرة في تاريخها. الصراع السياسي بين رئيس الجمهورية والبرلمان ومع الحكومة عمره ما وصل للحد ده. ده كان كلامي في حلقة ماذا يحدث في تونس، واللي قلته مع اشتعال الشارع التونسي بالاحتجاجات بداية من 2021. توقعت أن الرئيس التونسي قيس سعيد هياخد قرارات تجاه البرلمان والحكومة، وتوقعنا حصل. المتابع للمشهد المضطرب في تونس كان ممكن يتوقع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، واللي أعلنها يوم الأحد 25 يوليو في الذكرى 46 لعيد الجمهورية التونسية. الرئيس خرج ببيان للشعب قرر فيه تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، واللي بتشكل الأغلبية فيه حركة النهضة التونسية أو إخوان تونس، مع قرار برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان للسماح بتقديمهم للمحاسبة والمحاكمة، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه. ومش بس كده، القرارات بتضع رئيس الدولة في منصب النائب العام ورئاسة السلطة التنفيذية، وكله في إطار القانون. إيه اللي حصل وهيحصل إيه في تونس؟ وهل تونس هتشهد المحطة الأخيرة لتواجد الإخوان في المنطقة؟ كلام كبير محتاج كوباية شاي ورقة وقلم. اعمل لايك وشير لو بتشوفني على الفيسبوك، سبسكرايب لو بتشوفني على اليوتيوب. أنا أحمد سلامة، زي الكتاب ما بيقول. هنا تونس. للمرة الثانية خلال 11 سنة الشعب التونسي بيعلن عن نفسه، قرر مصيره وثار على الفساد والتأخر اللي تسببت فيه مؤسسات الدولة من بعد ثورة 2011. أول سؤال ممكن يخطر في بالك يا صديقي، اللي وصل تونس للنقطة دي؟ إزاي 3 أطراف بيحملوا صفة قيادة الدولة وصل بيهم النزاع لدرجة أن رئيس الدولة قرر يريح البرلمان شوية والحكومة خالص؟ الموضوع مش خلاف شخصي بين قيس سعيد رئيس الدولة وراشد الغنوشي رئيس البرلمان وهشام المشيشي رئيس الحكومة. بالعكس، دي تراكمات وسلسلة من القرارات الخاطئة وصلت بتونس لدايرة ما بتنتهيش من الأزمات، والسبب بشكل قاطع هو 10 سنين من حكم الإخوان لتونس. تعال نرجع بالزمن ل 2014 وأصل الخناقة اللي بدأ بإقرار دستور بيضم مواد تقلل من صلاحيات رئيس الدولة وتكسب البرلمان والحكومة صلاحيات بلا حدود، تخلي سلطتهم فوق أي سلطة. رئيس الحكومة له صلاحيات واسعة وهو راجل البيت، بس رئيس الدولة هو اللي بيقترح اسمه. طب ومين بيوافق عليه؟ البرلمان، اللي بتتحكم فيه حركة النهضة، وهي اللي بتشكل الحكومة مع ائتلافين تانيين. والله زي ما بقول لك كده صديقي، وده معناه ان الاخوان هم اللي بيحكموا. طب سؤال كده، هم عملوا ايه في البلد؟ مش يمكن يطلعوا حلوين؟ اديهم فرصة يا جدع. اكتب عندك بقى صديقي، أزمة اقتصادية طاحنة، مؤشرات الاقتصاد التونسي في النازل والديون في الطالع. الاقتصاد انكمش بنسبة 9% السنة اللي فاتت، قطاع السياحة تدهور لأكثر من 67%، وجبل الديون ارتفع لدرجة ان تونس ما تقدرش تدفع الأقساط والفوائد، في الوقت اللي السنة دي المفروض تسدد أكثر من 4.5 مليار دولار. العجز في الموازنة وصل لنسبة 14%، والبلد في حالة ركود بنسبة 9%. كلها أرقام ارتفعت نتيجة الفشل المتكرر في معالجة الأزمات الاقتصادية، وكان منطقي انعكاسها على الوضع الاجتماعي وزيادة معاناة المواطن التونسي المطحون اللي بيعاني من ارتفاع الأسعار وارتفاع نسب الفقر والبطالة اللي وصلت ل 18%. ده غير الأزمة الكبيرة اللي تسيدت المشهد، أزمة كورونا وانهيار المنظومة الصحية، واللي خلت شعبية الإخوان تنهار، فبقوا يلعبوا في الوقت الضايع وخرجوا زيرو جوال بعد ما الشعب صفر وقال مش هنسكت على الوضع ده. ما الشعب التونسي فكر للحظة، ايه اللي موقف القطر محلك سر والسبب الأساسي في الأزمات اللي موجودة؟ الإجابة الإخوان. ما تونس هي الدولة الوحيدة اللي فضل التنظيم يشتغل فيها في العلن ويترأس البرلمان كمان، ومن هنا بدأ الحراك الشعبي ضد حركة النهضة والحكومة، واللي استمر على فترات مختلفة من بداية 2021 لحد ما وصلنا لمظاهرات الشعب يوم 25 يوليو قدام مقرات حركة النهضة، وانتقلت لمحافظات مختلفة، والهتاف كان بسقوط الإخوان والشعب يريد حل البرلمان، ولا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب. بس لغاية اليوم ده الماتش كان خلصان تعادل لحد ما ظهر القناص قيس سعيد واتحرك بسرعة ورجح إرادة الشعب وحطها في الزاوية البعيدة، وقال بالنص كده القرارات والتدابير اللي قررتها الرئاسة التونسية كانت لإنقاذ الشعب التونسي في مرحلة هي الأخطر في تاريخ تونس، وإنها قانونية وما فيهاش شبهة خروج عن الشرعية، واحتكمت للدستور. قرارات ما تخرجش إلا من حد فاهم كويس هو بيعمل إيه، من أستاذ قانون دستوري جاي من بره الطبقة السياسية الحاكمة وكسب الانتخابات بنجاح ساحق في 2019. طب ما قيس سعيد له شعبيه اهو، امال ايه بقى اللي قلب الدنيا بينه وبين الاخوان والمشيشي، مع انه هو اللي مقترح اسم هشام المشيشي لرئاسه الحكومه؟ البدايه كانت بقرار حركه النهضه او البرلمان بسحب الثقه من حكومه الياس الفخفاخ في يوليو 2020،
ووفقا للدستور التونسي فاختيار رئيس حكومة جديد بيرجع لرئيس الدولة، واللي اختار هشام المشيشي اللي كان وزير الداخلية وقتها. ومن بعدها الوضع ما بقاش يسر بين قيس سعيد وحركة النهضة اللي وصفها بيه اللوبيات، واتهمها بحماية الفاسدين وبتعطيل ملفات قضائية. ومع الوقت دخل على الخط رئيس الحكومة اللي بقى تحت جناح البرلمان. الله، ده كده انذار الخطر بدأ صوته يعلى اهو. تعال نجيبها صديقي من يناير اللي فات لما المشيشي تحدى سعيد وأقال وزير الداخلية المقرب له وعمل 12 تعديل وزاري بحجة ضخ دم جديد لحكومة هي أصلا ما بقالهاش كام شهر. قيس سعيد مش موافق على التعديلات الوزارية وقال لا والله معلش محدش عزمني على الفرح وكلمني في الحوار بتاع التعديلات ده، وفضلت الكرة حيرانة بين الاتنين. والسؤال بقى، هل صلاحيات سعيد تديله حق يقيل رئيس الوزراء؟ لا، ما قلت لك يا صديقي العيب في النظام اللي ساب شوية صلاحيات مش واضح هي من اختصاص مين. طب وبعدين الشعب ده محامي وخرج في مظاهرات وخلاص مش قابل اللي بيحصل، والخناقه بين قيس سعيد والاخوان عماله تتصاعد بشكل تدريجي لدرجه ان قيادات الاخوان تبنت حمله تشويه لشخص الرئيس وخصوصا بعد زيارته لمصر. وانت بقى طبعا عارف ليه يسكت قيس سعيد اطلاقا يا محترم. بيرجع امجاد مهنته كاستاذ جامعه وبيفتح كل الدساتير التونسيه وبيقول رئيس الدوله هو القائد الاعلى للقوات المسلحه العسكريه والامنيه، واللي عايز يعاركني يجي يعاركني. والكلام ده في حضور الغنوشي والمشيشي. ومش بس كده، قيس سعيد طالب بالتحقيق في الاموال المشبوهه للاخوان، ومع الوقت بقى بيوصفهم بشكل علني انهم اباليس الانس اللي بيزرعوا الفرقه بين الشعب. وتمر ايام قليله ويبدا فصل جديد في الخناقه، فصل المحكمه الدستوريه اللي كان المفروض يتم تاسيسها بعد صياغه الدستور بسنه واحده بس، وتاجل التاسيس 6 سنين. وبالتالي رئيس الجمهوريه استاذ القانون الدستوري رفض انه يوقع على مرسوم تاسيس المحكمه لانه ضد الدستور. طب نعمل ايه علشان ناسسها؟ لازم نعدل الدستور. طب ازاي والتعديل ده بيتطلب راي المحكمه الدستوريه اللي ما تاسستش؟ برنس وعهد الله يا قيس سعيد فضحت العك اللي كانوا عاملينه. وبرغم ده كله حركة النهضة كانت مستمرة في محاولة أخوانة الدولة ومؤسساتها. بس عامة يا صديقي الكلام ده منطقي، ما التنظيم ما بقالوش إلا تونس والوقعة منها بفورة لحد ما الشعب قال خلصت بطلناها الشغلانة دي، احنا نازلين ويا احنا يا هم. قرارات قيس سعيد كانت حركة ذكية منه بأنه كسب الشعب وأخذ إجراءات بغطاء شعبي لإنقاذ تونس، خصوصا أنه عارف أن اللي مش بيسمع كلام الشارع الحقيقي بيكون مصيره زي غيره اللي ركب العند ودمر نفسه. بس القرارات دي بتخلينا نسأل سؤال مهم، يعني إيه تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوم؟ تقدر تقول أن الرئيس ذكي في تطبيق قرار قانوني، لأن الدستور وإن كان بيمنع حل البرلمان بس ما بيمنعش تجميد صلاحياته لمدة 30 يوم أو إزالة مزايا أعضائه، أهمها رفع الحصانة علشان كل واحد يحاسب على مشاريبه بقى. في بعض المحللين بيتوقعوا إن ممكن تحصل تفاهمات خلال ال 30 يوم بس ما أعتقدش، وتفسيرهم لده إن قيس سعيد عامل حساب لنقطة مهمة، وهي إن إقصاء الإخوان من المشهد بيحط تونس قدام إشكالية مهمة، وهي إن لازم يظهر شريك اقتصادي يملى فراغ قطر لو قررت الانسحاب لنصرة تنظيم الإخوان. وده لأن قطر هي تاني شريك اقتصادي في تونس بعد فرنسا طبعا، وبتجمعها بتونس علاقات قوية و80 اتفاقية تعاون بينها 10 اتفاقيات اقتصادية. وفي رأي تاني بيقول إن ال 30 يوم هي فرصة لتقديم القيادات للمحاسبة بعد رفع الحصانة عنهم تمهيدا للتخلص منهم من الآخر يعني. وبداية القصيدة كانت بفتح تحقيق في تلقي 3 أحزاب من بينهم حركة النهضة لتمويلات أجنبية وقت الانتخابات. والأكيد إن الأيام اللي جاية قيس سعيد هياخد إجراءات تانية زي ما عمل بعد بيانه بأقل من 24 ساعة وإعفاء الوزير الدفاع والعدل من مهامهم. ولسه هنشوف قرارات كتير الأيام القليلة اللي جاية، وقيس سعيد قالها لهم كله بالقانون، ولو نصوص القانون أصبحت أداة لتمكين اللصوص فهي لا تمثل إرادة الشعب. ومعنى الكلام ده إن إرادة الشعب بالنسبة له فوق كل شيء. واتفرج على احتفالات الشعب التونسي في الشوارع والميادين يوم القرار بالليل، دليل قاطع على تأييد الشارع التونسي لقرارات الرئيس. وفي مقابلها كان في مظاهرات مؤيدة للإخوان قدام البرلمان. وبين الاحتفالات والمظاهرات في مشهدين ظهروا يوم 25 يوليو في الشارع التونسي، مشهد رئيس الدولة وهو بيتمشى في ساحة بورقيبة بيشارك الشعب احتفالاته. وطبعا انت عارف ان قيس سعيد مش تابع لحزب، يعني الناس اللي بتأيده دول هم الشعب التونسي اللي عايزين مصلحة البلد بجد، مش بيدوروا على مصلحة جماعة ولا حزب. نيجي بقى للمشهد التاني، راشد الغنوشي وهو بيعتصم قدام البرلمان
بعد ما منعوا الجيش من الدخول وسط هتافات ضده من مؤيدين قرارات الرئيس. وفكر انت بقى، هو بكده بيدور على مصلحته ولا مصلحة تونس؟ وبين المشهدين دول كان رأي الاتحاد التونسي العام للشغل له أهمية كبيرة في ترجيح الكفة، باعتباره أكبر اتحاد نقابي في تونس واللي له قدرة على تحريك الشارع التونسي. والاتحاد مؤيد للقرارات، ولكنه طالب بضمانات دستورية وجدول زمني لتطبيق الإجراءات الاستثنائية بحيث إنها تنتهي خلال ال 30 يوم. وده كلام ما عجبش حركة النهضة اللي اعترضت اعتراض واضح وصريح على قرارات الرئيس، واعتبروها كأنها لم تكن، وإن الوضع ده هيدخل البلد في فتن وهيرجعها للاستبداد، وإن الحل الوحيد هو التراجع عن القرار ده. يعني حاجة كده شبه الغنوشي راجع. وبعد ما حطينا على الورقة ردود الفعل المتباينة، أحب أسألك سؤال بقى صديقي، تفتكر بلد كانت هي مفجر الثورة في الوطن العربي هيكون مين أهم صوت فيها وهتحتكم لأي رد فعل؟ أكيد رأي الشعب طبعا. طب وبعدين إيه اللي هيحصل بعد كده؟ خلينا نتوقع 3 سيناريوهات مستقبلية. السيناريو الأول إن الإخوان يجمعوا نفسهم ويتسيدوا المشهد ويمارسوا أساليبهم المعروفة للكل بلجوءهم للعنف والدم والعمليات التخريبية اللي بتكون خطوة أولى في طريقهم لتحقيق مصالحهم، وبالتالي تدهور الوضع الأمني داخل تونس ودخول البلاد في حالة فوضى وعنف. خصوصا ان خطورة الوضع دلوقتي ان تونس متقسمة في السر مش في العلن. الاخوان ما راحوش لموا نفسهم في ميادين وعملوا اعتصام، لا، هم متواجدين بين المتظاهرين وممكن برصاصة واحدة بس يقلبوا الدنيا وما يقعدوهاش ويقلبوها حرب عصابات كمان. بس ما تنساش ان قيس سعيد حذر ان لو رصاصة واحدة خرجت من الاخوان فالقوات العسكرية والامنية هتواجهها بشكل حاسم. السيناريو الثاني بقى محترم، اعادة بناء النظام السياسي والدستوري على أسس جديدة بتفاهمات واتفاقات جديدة، بإجراء استفتاء لتعديل الدستور لصياغة نظام الحكم القائم على النظام الرئاسي الديمقراطي لحل الأزمة السياسية اللي وصلت تونس لكل ده، وهي الدستور اللي عمل نظام سياسي سلطته التنفيذية برصين. فبالتالي النظام الجديد هيكون فيه رئيس جمهورية منتخب مباشرة من الشعب لصلاحياته المنطقية. السيناريو الثالث بقى محترم، ان الاخوان يسقطوا تماما ويستسلموا سريعا، وهيساعد في ده سقوط وتراجع شعبيتهم في الدول المختلفة وتصاعد الرفض الشعبي لوجودهم في ممارسات الدول. وفي المقابل هيكون في صمود للدولة التونسية لحد ما يتم تعديل الدستور واجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة جديدة في تونس. وهنا في سؤال يطرح نفسه بقى، لو حصل السيناريو الثالث وفعلا انتهى تواجد حركة النهضة الممثلة لتنظيم الاخوان في تونس، هل ده معناه نهاية تنظيم الاخوان في المنطقة العربية؟ صحيح اللي حصل ده بيمثل ضربة من العيار التقيل هتأثر على وجودهم في المشهد السياسي أو في السلطة، وده لأن تونس كانت آخر معقل لوجودهم في الحكم وآخر فرصة ليهم في حكم الأنظمة العربية. بس ده مش معناه إن التنظيم هيختفي. تنظيم الإخوان يا صديقي عامل زي الشجرة الفاسدة، هتقطعها من فوق بس هيفضل لها جذور في الأرض، وجذور تنظيم الإخوان هي الأذرع التمويلية والعسكرية اللي بتدعم التنظيم. هتقولي طب يا سلامة ما نكبرش الموضوع، ما نشيل الجذور دلوقتي وخلاص. هقول لك واحدة واحدة يا صديقي، هي الجذور بتتشال في يوم وليلة؟ عشان تشيل جذور التنظيم انت محتاج ضربات متتالية وعمليات متعددة، عمليات أمنية وعسكرية، هتحتاج دعم اقتصادي وشعبي وإعلامي، لأن المستهدف تنظيم متوغل بيلعب على ثغرات الدول، فلما تواجهه لازم مواجهتك تكون قد تمدده وتوغله. المهم خليني أقول لك إن تونس لسه في المشهد الأول ومفيش حلاوة من غير نار، وافتكر إن الشعب التونسي شعب قوي جدا وإرادته من حديد، وداخل الحوار وهو معاه النتيجة من الكنترول. زي ما كسب معركته من 10 سنين هيكسبها دلوقتي تاني وترجع تونس لشعبها من تاني. وزي ما قلنا قبل كده تونس دائما مستعدة لقلب أي صفحة. وصحيح مبروك لشعب تونس الميدالية الذهبية والفضية في أولمبياد طوكيو 2020. أتشرف بمتابعتكم لقناة زي كتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان. أشوفكم بخير.